السلام عليكم، وحشتوني كتير حبايبي. انتوا عاملين ايه؟ بدأت عشان رجلي بدأت توجعني شوية، فبدأت كمان اعمل الدايت. اول حاجة الدكتور قال لي لازم تمشي عليها، لازم تمشي على نظام رجيم عشان جسمك ينزل. طيب اول حاجة انا بلجأ لها ايه؟ العيش. بدأت اعمل عيش العدس. عندي كوباية وربع من العدس الأصفر، عندي فلفل أسود، ملح، حبة البركة، بهارات مشكلة، وكمان هاخد 6 معالق زيت زيتون. أول حاجة عملت إيه؟ أول حاجة نقعت العدس في مية سخنة، مية سخنة تنقعيه لمدة ربع ساعة، وبعدين تصفيه. انا اهو حطيت كوباية وربع من العدس الاصفر، ونزلت عليهم بالمية المغلية وهسيبهم لمدة ربع ساعة. يعني بالمكيال بالمقدار، انت يا دوبك بتخلي العدس كده ايه، تغطي المية طبعا السخنة المغلية، هي طبعا البخار باين انها مغلية، وهسيبها لمدة ربع ساعة لغاية ما تشرب ميتها خالص وتطرى شوية. نبدأ نقلبها كده علشان نفكها من بعض، ما يكلكعش العدس، ففي مش جواه يدخل المية كويس. سبته لمدة ربع ساعة اهو شرب يعني المية. بدأت اعمل ايه؟ بدأت اصفيه جزء جزء. هصفيه خالص بالمصفى، وبعدين احطه في الكيتشن بتاعي، انزل منه المية كلها عشان المية ما تخليهوش يفكك من بعضه. ممكن تعمليه عيش عدس، ممكن تعمليه زي الشيتوس كده، عيش قطع صغيرة. بصوا، هو الرجيم ما بيبقى معلش انت مش متعودة على حاجة معينة. يعني انا عمري ما اتعودت على طعم العدس كده، بس مجبر اخاك عشان صحتنا، وعشان ما نبدأش ندخل في مواويل خشونة ومواويل. يعني انا جالي بداية كده التهاب في غضروف الركبة، فقال لي انت ممكن تخشي في عملية وممكن الغضروف يتقطع، فلازم تحافظي على نفسك. فلازم كلنا نحافظ على نفسنا، ولازم ناكل اكل صحي. بدأت اقلل الملح، بدأت اقلل السكر، بدأت ألجأ للوصفات بتاعة الرجيم عشان عايزة اخس. صفيت العدس كله، ضربته في المطحنة شوية، وبعدين بدأت اضيف عليه الاضافات بتاعتي اللي هي توابلي، ملح، فلفل، بهارات مشكلة، والزيت بتاعي، وكمان حبة البركة، ولو عندك معلقة بذور الشيا. بذور الشيا دي من الحاجات اللي بتساعد طبعا على التخسيس، ومفيدة جدا للصحة. والعدس ذات نفسه مفيد جدا للصحة وصحة القلب، بيساعد في حرق الدهون. كمان هزود حوالي 6 معالق زيت زيتون. زيت زيتون برضو ده مفيد جدا في عمليات الحرق. فاعملي مكونات تساعدك في عمل الرجيم والأكل يبقى صحي. حطيت المكونات كلها، ضربت العدس تاني بالمكونات بتاعته في الخلاط لغاية ما بقى اندمج وبقى عبارة عن عجينة. العدس كمان بيفيد في صحة القلب، فيه فيتامينات كتيرة جدا. ضربت خلاص العدس وبقى عجينة. هعمل ايه؟ هنزله على بتاع الفرن، وعلى ورقة زبدة اهو بنزله، وبعدين بيتفرد. تفردي خالص على ورقة الزبدة، و تبدأي تخليه حوالي، تفرديه لما يبقى مثلا سنتي واحد عشان يبقى كريسبي. هنفرده خالص، وبعدين نحطه في فرن متوسط درجة حرارة 180 اهو. هنبدأ نقطعه بالمقطع كده، مربعات بقى، مثلثات، اشكال زي ما انت عايزة، في سبيل اللي هو لما يستوي في الفرن تطلعيه يبرد خالص، وعشان يتنزع من ورقة الزبدة، وتحطيه وتقطعيه وتغمسي بيه بقى حتة جبنة قريش، شوية فول. في الاول مش هتبقي مستغربة طعمه، بس بعد كده هتتعودي. وعشان الصحة بصراحة نعمل كل حاجة.
تعالوا نحافظ على صحتنا، تعالي نخلي بالنا منها، لان ملناش غيرها. وبعد صحتنا، بعد ربنا وصحتنا مفيش حاجة. انت لما بتتعبي يومين بيشيلوكي، بيبقوا معاكي، بس بتبقي عايزة نفسك بعد كده. هنحطه في الفرن لمدة ربع ساعة، ما تسيش عليه علشان ما يتحرقش. وبعد كده تطلعيه وتفصليه وتقطعيه بألف هنا. هبدأ في الفترات الجاية إن شاء الله أعمل ممكن وصفات بالشوفان. أنا دلوقتي غدايا الساعة 6 7 بالكتير قوي، وبعد كده ما باكلش أي حاجة غير كوباية الزبادي بالليمون، ولا براشيم ولا حركات. ونخس كده بإيه؟ بمعرفة بإيدينا وعلى قد إيدينا. أهو أنا طلعته بعد 10 دقايق. ده ورقة الزبدة، ما تخافوش اللي محروقة. تبدأي تفصليه من بعض لغاية ما يبقى زي قطع العيش الصغيرة، اهو زي ما انا عملته، بألف هنا وشفا. ما تنسلوش في اللايك، ما تنسلوش في الاشتراك، ولو انتوا مش مشتركين عندي اتفضلوا. يا رب وصفاتي تعجبكم. هو مقرمش وقطعته اهو، انا مستغربة طعمه بس اكيد هتعود عليه. وشكرا للجميع، ودمتم في رعاية الله وأمنه.